الفلاجيل مش مطهر معوي، الفلاجيل بيجيب لك سرطان. وانت بتحط فلاجيل للطيور بتاعتك ومفكر ان انت كده بتفيدهم، انت كده بتدمر صحتهم وبتدمر صحتك انت كمان. تعالوا مع بعض نعرف ليه. الفلاجيل هو الاسم التجاري الاشهر لماده فعاله اسمها ميترونيدازول، ودي بتنتمي لعيله كبيره اسمها نيترواميدازولز، ودي عيله من عائلات المضاد الحيوي. يعني الفلاجيل مضاد حيوي عادي جدا، بيشتغل على البكتيريا اللاهوائيه الانايروبيك بكتيريا وبعض الطفيليات زي الاميبا والجارديا. بيشتغل ازاي بقى؟ بعد ما بيدخل الجسم الميترونيدازول ده بيهاجم الدي ان ايه او الحمض النووي بتاع البكتيريا دي وبيقتلها. استخدام الفلاجيل في الطيور بقى، ناس كتير بتحط الفلاجيل للطيور على اساس ان هو مطهر معوي، اللي هو هيدخل ينظف بطنهم. مش فاهم بيفكروا ازاي الصراحه. الفلاجيل مضاد حيوي بيقتل البكتيريا، بس زيه زي اي مضاد حيوي ما بيعرفش يميز ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، بيدخل يموت كل البكتيريا اللي هو ممكن يموتها. وناس كتير بتحطه لما يبقى فيه اي حاله اسهال عند الطيور، مع ان معظم حالات الاسهال بيكون سببها ميكروب زي الايكولاي او السالمونيلا، وهما الاثنين الفلاجيل مش بيعالجهم اصلا. زي ما قلنا بيشتغل على انواع معينه من البكتيريا اللاهوائيه وبعض انواع الطفيليات زي الجارديا والاميبا. فلو سبب الاسهال مش حاجه من دول، الفلاجيل ملوش اي لازمه. بالعكس ده بيعمل حاجه اسمها خلل ميكروبي، لان هو بيقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء، فبالتالي بيأثر على عمليات الهضم وبيأثر على المناعه وممكن يسبب امراض تانية. ثالثا بقى ودي اخطر حاجه، فتره السحب. ناس كتير مش بتراجع فتره السحب بتاعه الادويه والمضادات الحيويه. فتره السحب هي الفتره اللي محتاجها الجسم عشان يتخلص من الدواء اللي موجود فيه. دلوقتي اقل فتره سحب للميترونيدازول او الفلاجيل من جسم الطائر هي من 7 ل 10 ايام، فممنوع تماما ناكل اي طيور اخذت فلاجيل خلال ال7 ايام اللي فاتوا. لازم نستنى 7 ل 10 ايام ميه نظيفه من غير اي ادويه قبل ما ناكل الطيور دي. والاخطر من كده، الطيور اللي بتبيض ممنوع تماما ناكل البيض ما دام هي واخده فلاجيل، والبيض اللي انت بتاكله من طيور واخده فلاجيل ممنوع تاكله اصلا، لان الميترونيدازول بينزل في البيض، وممنوع تماما استهلاك البيض خلال 7 ل 10 ايام بعد ما نوقف جرعه الفلاجيل. طب لو اكلنا لحوم او اكلنا بيض من فراخ لسه واخده فلاجيل وما استنيناش 7 ل 10 ايام قبل ما ناكلهم، ده ممكن يأذينا في ايه؟ منظمه الصحه العالميه مصنفه الميترونيدازول او الفلاجيل ده كبوسيبلي كارسينوجينيك تو هيومنز، يعني في امكانيه انه يسبب السرطان على المدى البعيد مع تراكمه في الجسم. وفي تجارب اتعملت على حيوانات وفئران تجارب وسببت لهم سرطانات زي سرطان القولون وسرطان الثدي. وكمان ليه اثر سام على الكبد، بيسبب حاجه اسمها هيباتو سيلولار انفلاميشن او التهاب الكبد الخلوي. كمان بيرفع انزيمات الكبد وبيعمل اضطراب في وظائف الكبد لما يستهلك كتير او ناكل طيور او بيض فيها فلاجيل لفترات طويله. كمان تراكمه في الجسم ممكن يعمل نيوروتوكسيستي او خلل في الجهاز العصبي، صداع مستمر، تشوش ودوخه، بالاضافه ان هو ممكن يكون ليه الرجيك رياكشنز او تحسس جلدي او حساسيه وطفح جلدي. كمان لو حد بياخد ادويه مضاده للتجلط، شخص مريض بياخد حاجه زي الوارفرين، لو اكل طيور او اكل بيض تحتوي على ميترونيدازول او الفلاجيل ده، دي بتعمل تداخل دوائي خطير جدا ممكن يبقى قاتل. الخلاصه، الفلاجيل مش ماده امنه نحطها لاي طيور عندها اسهال وخلاص. الميترونيدازول خطر على الطيور، ممكن يقتل البكتيريا النافعه فيسبب لها امراض تانية. فتره سحبه طويله، بيفضل موجود في اللحم وفي البيض لمده من 7 ل 10 ايام، واستهلاك البيض او اللحوم في الفتره دي بيكون ليه خطر على الانسان زي ما شرحنا. وحفاظا على صحتك وصحه حيوانك لازم تسال وتفهم احنا بندي كل دواء ليه، ويعني ايه فتره سحب، وكل دواء ليه فتره سحب قد ايه قبل ما ناكل الطيور او نستهلك البيض بتاعها. لو مهتم تعرف اكتر عن الادويه الممنوعه في الطيور وفتره السحب بتاعت كل دواء، تابعني واعمل شير للفيديو ده لاي حد بيحط بواقي الدواء اللي عنده في الثلاجه للطيور بتاعته عشان مستخسر يرميها، وقول له انت كده بتقتل نفسك وبتقتل اولادك وبتاذي طيورك. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.